هاي يا شباب، عاملين ايه؟ انا دكتوره نرمين مقبل وبحضر حاليا دراسات عليا في التغذيه العلاجيه، وجايه النهارده اتكلم معاكم في موضوع الحقيقه مهم جدا جدا، هو موضوع النحافه. بتيجي ساعات الام تقول لي يا دكتوره انا ابني رفيع وقصير عن باقي صحابه في المدرسه، او بتيجي البنت تقول لي او الولد يا دكتوره انا محتاجه ازيد شويه علشان خاطر شكلي يبقى حلو. لازم قبل ما اقرر الشخص ده او الفرد ده هيزيد قد ايه، لازم اخد منه كده شويه مقاسات، زي الوزن والطول وشوية حاجات تانية، علشان خاطر احدد هو هيزيد قد ايه. بس انت كشخص موجود في البيت، انت ممكن تخلي بالك من طفلك اذا كان بيعاني من دوخة، اذا كان بيعاني من تعب، شوية لعب صغيرين يخلوه يتعب ولا لأ. بيبقى متأخر في النمو عن باقي اخواته او صحابه ولا لا في بعض الحاجات. اذا كان مثلا البنت الدورة الشهرية عندها مش منتظمة، اذا كانت مثلا باشعارها بيقع كتير، كل الحاجات دي، او الشخص ما بيحبش ياكل، ما عندوش اساسا شهية للاكل. الحاجات دي كلها من اعراض النحافة، او بتيجي للاشخاص اللي بيعانوا من نحافة. طيب هو ايه الاسباب اللي بتخلي ابني او انا بعاني من النحافة؟ اول حاجة ساعات بيبقى الموضوع وراثي، وده بيبقى ليه حله طبعا، انه بيبقى معدل الحرق عالي، او معدل تكوين الدهون قليل، فبيبقى الشخص بيعاني من نحافة. وليه حله، مفيش مشكلة. ساعات كمان بيبقى ان الطفل ده بيلعب كتير كتير كتير، او الشخص ده بيتحرك كتير 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 ومش بياكل كفاية على قد اللي هو بيحرقه. ساعات كمان بيبقى في شوية مشاكل في الجهاز الهضمي، زي مثلا الناس اللي بتعاني من اتش بايلوري، الناس اللي بتعاني من القولون العصبي. ده بيخلي امتصاص المواد الغذائية اساسا مش سليم في الجسم، والحاجات دي برضو ليها حلها. كمان ساعات بيكون في نقص فيتامينز معينة في الجسم، بتأثر على باقي الجسم كله وبتلخبطه، زي مثلا فيتامين سي لو قليل هنلاقي مناعة الطفل أو مناعة الشخص الكبير ضعيفة. زي مثلا فيتامين بي هنلاقي الشهية مش كويسة، زي مثلا الزنك، زي الحديد، الشخص طبعا بيعاني من أنيميا. الحاجات دي كلها برضو احنا بنعرفها لما بنشوف الشخص. طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها في البيت مع الطفل او معايا انا كشخص لو كنت بعاني من نحافة؟ شوية عناوين كده سريعا هقولهم عشان وقت الفيديو. اول حاجة، لازم اشتغل على الشهية كويس جدا. انظم وقت الاكل، ده شيء مهم جدا جدا، علشان اعود جسمي ان هو ياخد عناصر غذائية كافية وعلى مدار اليوم. تاني حاجة، لو أنا بعاني من نقص فيتامين معين أو مشكلة معينة في الجهاز الهضمي، أنا لازم أعالجها، واروح عند حد متخصص يعالجها. والفيتامينات كمان احنا بنعرف اللي قدامنا ده نقصه فيتامين ايه، وبنكتب له على فيتامينات من بره لازم ياخدها، وخصوصا الفيتامين اللي ناقصه ده، او مثلا اذا كان بيعاني من انيميا او حديد بنكتب له على حديد، علشان ننظم الهضم عنده. بصوا، هو الموضوع سهل، مش صعب. دكتور التغذية لما بتروحوا له هو بيديك نظام غذائي واوقات تاكل فيها. ساعات كمان بنعلي البروتين في الاكل، ساعات بنعلي الكالسيوم في الاكل، لان غالبا الشخص اللي بيعاني من نحافة ده بيكون عنده هشاشة في العظام. الحاجات دي بتبقى بتتعالج، يعني هي مش مشكلة كبيرة. واخيرا عشان نختم الفيديو، الحاجات دي انت ممكن تخلي بالك منها في البيت وتعملها. لو فشلت او معرفتش، انت ممكن تتجه لحد تغذية يعمل لك نظام غذائي صحي، ويظبط لك مواعيد الاكل، وان شاء الله الدنيا هتبقى احسن معاك. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، ولو عايزين اي سؤال انا معاكم اكتبوا لي تحت الفيديو. باي باي.